مرحبا يا غاليين، كيف الحال؟ طيبين؟ قبل ما نسحب بتكلم في موضوع دايم من يتحدى عياله فهد بن جخدب ينتهي تماما من ساحات التنافس ومن على ما قال التحديات. ف يعني العام يعني يفعلوا فعل على ما قال يبيض وجيههم عند من يترجاهم ومن يعني يزهمهم. تكفون خلوني لا تشاركون. ولكن عيال ابن جخدب اللي حضروا في الشوط سيطروا واكتسحوا وبيض الله وجيههم، بيض الله وجيههم، بيض الله وجيههم. ما خلفوا اعدادات ناس بنزل لكم المقطع خلاهم يغنون باللغه الهنديه. والناس الرضوان ما يصل شمن طويل بسد والمفرد عير تاخذ من الدوري قبل ينطرها من يقرب الموت الحمر ما صاد خير الموت من غير اسمها فعل الله الموت من غير اسمها فعل الله من يقرب الموت الحمر ما صاد خير الموت من غير اسمها فعل الله نزلناها طاق الحلا هذا خير مثل الحنا في حسين دلها يبرونها موكل المخاوي والقصير واهل السلوك اللي يظل ظلها اصل العرب في الوقت الاول والاخير والله واهبنا المكارم كلها والله واهبنا المكارم كلها يا كبرنا كبرها في اليوم الكبير وعلمنا يا كبرها في حلها ان مكن الميسم على ضلع القصير من ذاق كيتنا ما عاد علها ولا اعترضنا واحد ما فيه خير نقول له خلى الدوادي خلها حنا على القمه ومرقها عسير ومسح الرضوان ما يصل لها ومسح الرضوان ما يصل لها سفرنا يوم ان كل الناس سفر يا من العالم نفسه يا من لها بندر وبندر احتمال بقى في غير يقبل الدهم الجماعه كلها من طيب راسه ما يزازح معوض يا ابو سعد، معوض يستاهلونك عطاء. والله يستاهلون لا بالله يستاهلون. شوف فيها طول عمر ما يجتمع فيها الا الحوات الغامه. ابشر يقول نبي نعلمهم وش الفوز المريح ونجيبها متشطره ومقدمه شقحا تنشق في عروض الغير مريح تحكم على اهل الشق حكم المحكمه ما هو بيطمع شاطها غير البجيح ولا غشيم الا لقض عسلم. كلهم كفوا وبيض الله وجهكم تستاهلون هالفوز وبيض الله وجهكم على الفوز. وش تقولوا الجمهور الحاضر اليوم؟ توفيق من فضل ربي نحمده ونشكره. الريجون اخوك هذا بلانا يبون الفوز ببلاش. تسلم على المعاريف وتضيع. تسلمون شكرا. يا عمرك يطول ناس شكرا. اذا سلطان الجمهور حقيقه متحمس اليوم وابن جخ. ابو فهد دقيقه الله يعافيك. ابو فهد ما كنت حاضر في المنصه، وش السبب؟ المنصة توني جاي في الطريق راقد على الطلاق ما قمت الا قبل 40 دقيقة. لا بس راقدنا الحمد لله ونشكره مرتاح لاخر شيء. محضرها وعلى الطلاق بالثلاث الحارمة اني دارنها الاول. من فضل ربي توفيقه. يعني سبب محضر زين وانا اخوك علمك اسطورة النظر امس اسطورة النظر كفو اعطاكم العلم امس. نعم ما عاد وراه كلام هذا وانا اخوك. انا دارس في مدرسته اسطورة النظر وانا اخوك. والله ما هي باي مدرسة وانا اخوك اي مدرسة. بندر كفو. لا انت ولا محمد ولا عيال فهد كلهم، لكن هو التساؤل لكن النايله قدامهم مسكر الريح. النايله مركز والمراكز 5 يا ابو عبد الله. كلمني في 5 المراكز اللي يطمعون في المركز انت لك النايله اليوم قفله مركزها وغير المركز الاول. سلم النايله ما اقول فيها شيء، احنا جايبينها فحل جعلك تسلم يمكن يضرب النايله جعلك تسلم ما فيك حيله. الله يطول عمرك ويسلمك. طيب سوق البكر نجي على الام ولا اللي نزعه بالهوى يقول ابشروا بالفوز والانتصار ويقول
بين اخونا عليها دعوة عذروا به النهلية منه عطر وجه جار الموقف اللي يجمل يجتهد هش هوى قوة الليل عله من جهنم من جار عودا يقرون الحر الوطن وابدوه عودا يقرون الحر الوطن وابدوه فهد على النفس منهجه ونفس المسار من العود قوة سحمه وحموه. نسحب الحين ونعذر على التأخير. مرام شوف مرحبا ومسهلا، كيف الحال؟ الله يصبحكم بالخير. بعض الناس ما يذكر الله، اي والله العظيم اخي دائما اذا شفت شيء اذكر الله، قل ما شاء الله، قل لا اله الا الله. والله اعوذ بالله يا اخي، النفس تواقف ولا يا اخوي ما بعيننا ما تجي والله العظيم. لي فترة والله عيوني ما ادري ايش فيها صدق، خذيت لي علاجات، نسأل الله العظيم ان الله يكفينا وياكم شر عيون خلقه. والله الواحد يقرأ أذكاره والواحد يحسن عمره، فهذا من باب المثل والقصة. أعطيكم إن شاء الله في الصباح بإذن الله. النوم عندي والله العظيم تلخبط، وإن شاء الله إني مرتبة، إن شاء الله فيه مفاجأة لكم تسمعونها إن شاء الله في السناب والبثوث. أشوف على نسبة تصويت وبختار وقت البث يكون بالنسبة إن شاء الله للبثوث بإذن الله من يوم الأحد إن شاء الله تبدأ على الوقت اللي كان أعلى نسبة تصويت. راح يكون البث إن شاء الله بشكل يومي في نفس الوقت هذا، ما عدا أيام الويكند. وما نستغنى عن دعمكم، ما نستغنى عن حضوركم. وأنا يا عبد الله نادرا ما يعني أهتم في البرنامج ذا، والله العظيم إني أنا لا أركز لي على شيء أو أختار مسار في شيء وأركز عليه، ما حد ماخذين معنا على ما قال، ما حد ماكل معنا عيش. ولكن بإذن الله بنجيكم، ولكن ترتيبات يوم الأحد على الوقت اللي انت اخترتوه لحد يغيبنا، وراح يكون هو الوقت الرسمي. تذكر دائما أن لديك القوة والصبر والشغف للوصول إلى النجوم ولتغيير العالم. جميلة صراحة، يعني الواحد إذا كان عنده قوة وشغف ويعني حلم إنه يوصل لشيء، قدر واعرف إنك بشغفك وطموحك وإصرارك وعزيمتك راح توصل للشيء اللي أنت يعني تبغاه. هذه مقولة حبيت إن أعطيكم إياها. شغفك وصبرك وحلمك بإذن الله راح تحقق ما تبغاه، وخليك صبور جزوم عزوم. وصباح الخير وصلاة الفجر يا حباني، لا تخلونا.
نسوي رياضة، نمشي، ندخل على الربع. لا عندي لكم أخبار وعلوم تعجبكم. نسوي رياضة، نمشي، ندخل على الربع. لا عندي لكم أخبار وعلوم تعجبكم. مرحبا ومسهلا، مساء الخير، كيف الحال؟ طيبين؟ الله يمشمشكم بالخير والرضا والنعيم كلها. ولكن يقول بيتين طارفة، يقول لا بلاك الله وشفت العداوة من رفيق وفي وجهك أغلى من سلوم البدو عند البدو. اشطب اسمه رحمة امه وعش حر انطليق، وش تبي ابن عم الا ابن عمه عدو. اسعد الله مساكم واوقاتكم وذائقتكم الرفيعه بكل خير. ومتوجه مع اخواني ابناء الشيخ فالح بن رويشة المشاعله معزومين، وخلوكم معنا. ناخذ قهوتي ذا الحين، قهوة الخط. انا رايح للربع ونقول قريب بدو. سلام يا ابوي، يعطيك العافيه. ناخذ قهوتي ذا الحين، قهوة الخط. انا رايح للربع ونقول قريب بدو. سلام يا ابوي، يعطيك العافيه. الدنيا وحزن صار عندي حكي واجي، غصب عني سكت صار عندي حكي واجي، غصب عني سكت. حاولت اقاوم ما قدرت، حاولت اقاوم ما قدرت. يا سلام يا سلام. انا في صورة بصورها الحين، اللي بيعطيني اسم النزلة هذه بحط الاسم حقه عندي الستوري. يلا مرحبا ومسهلا يا غالين. انا عند مركز المشاعله اللي والله انها فخر الكل. اقحطاني ربعنا المشاعله، جعل شايبهم بالجنه والله العظيم اني اتنومس واستزيد بذا الاسم بنعم من الغالين. هذا مركز المشاعله ونقلط عليهم ومعزومين، وفي بث الليل لا احد يغايبنا. مرحبا بكم. اركب مع الخوي الغالي ابن عمنا اللي يرفع الراس، اخوي الشيخ ناصر بن فالح. الحب حياك الله، الله يطول عمرك. كيف الحال؟ الله يبقيك. وين متوجهين ذيبان؟ صوب ابن سمران العاطف. ونعم. عازمنا اكرمتنا. ونعم. يستاهل. ومع الشيخ فالح بن جفيني. مرحبا ومسهلا. الله يسلم. وتوكلنا على الله، والله يحمد خطرنا ويقرب سفرنا. ومركز المشاعله 70 نعم يا ربع. أنا من المواقف الزينة رحلتي مع أبو فالح للشمال. أول مرة والله إني أروح للشمال مع الرجال، أول مرة إني أمسك لي خط
طويل ورحله، يعني خشته بريه فيها على ما قال تمشي، وفيها طلعه وفيها يطول العماره، مواقف والله العظيم انا جمل الرجال ابو فالح. ارحب يا ابو شايع، مرحبا والله مسهلا. انا نزلت مونتاجي من الرحله ذيك الايام وعجبت والله الجمهور ما شاء الله، تصويرك اللي مجملها يا ابو. الله يطول عمرك، والله انت اللي جاي في ابشر بالسعد باذن الله، بيجي ريحه قادمه باذن الله، بس خلي الربيع يطلع وابشر بالسعد. ولكن من راسك السعد، ولكن من محاسن الرحله ان رحنا مع ابو فالح جل يسلم، وقابلت يا اخي شخص غالي اللي هو ابو فهم. هذا من الرجال اللي كان معنا في الرحله ويا ابو سعد، ولكن ابو فهم يا اخي ربما اخ لم تلد فهم، يعني ربما اخ لم تلد امك صراحه. يعني انا على ما قال هو رفيق لابو فالح وعرفته في الرحله، ولكن سبحان الله قلبه معلق به بالايمان. رجال شرواك يا ابو شراك الطيب. انا ابو سعد جعل يسلم والله ونعم من كل معناه ما اقول الكلام ذا، علشان رجل يعني صار لي موقف، يعني نزل كفر على الردميه، قلت يا اخي توقع، قال لن نصيبكم الا ما كتب الله لكم. فانا يقول قلبه معلق بالايمان، يعني اذا يعني صار شيء قال حديث وانت ما عندك تقول له شيء، خلاص حنرجع على الدين. الله يطول عمره، وباذن الله انتظروا لنا رحله ان شاء الله قادمه مع ابو فالح والمطاريق ان شاء الله، اذا شاء الله ورد، وصوب الشمال ونعم الديار وهلها والله ونعم. اعترضونا وعزمونا والله هذاك الشايب من الشايب هناك، والله العظيم والله العظيم انه ما بقى فينا ولا شيء، ولا يا ابو فالح. الله الله والله اللي ونعم، والله ونعم. هذا الكرم وهذا العلوم الطيبه فينا، وعلى ما قال ما بقى ولا خلى. لكن ابو فالح كان مصلح كرك ذاك اليوم وعجب الشاي والله العظيم من جلست يتقوم معنا. ولكن ان شاء الله بنزل لكم المنتج كني عينته بالملاحظات مرة ثانية تشويق للايام الجاية، واسعد الله اوقاتكم بكل خير ورضا ونعيم. خلوكم على موعد البث الليلة الساعة 12 لحد غايبنا. تشيراتكم وتكبيساتكم والداعمين اللي يدعمونا خلونا ننطح الريقين لا يغايبونا. مرحبا بكم مساء.